كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نعمل لسان العجل مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. اللسان ده احنا غسلناه كويس جدا، نضفناه، وهنحط المية على النار تغلي، وفيها بصلاية وفلفل اسمر. وهننزل باللسان بتاعنا وهنسيبه يستوي براحته خالص لحد ايه نرجع له تاني عشان نشيل الطبقة الخارجية اللي عليه. طبعا هنا لسه ما استويش، هنسيبه شويه كمان. حتى اللسان باين عليه يعني، حتى اللسان مش طويل، قصير خالص. شفتوا شكله عامل ازاي؟ هنا استوى بس اللسان لسه سخن. كنتش يعني مالكه ان انا اقشره واشيل الطبقه دي كويس، بس هي بتتشال بسهوله مجرد ما يعمل ال النفخ اللي في اللسان ده، الفقاعات دي بيتشال بقى بسهوله لانه خلاص استوى. فهنبتدي نشيل كده اهي، اتقشر معايا بسهوله. الناس اللي بتتضايق من اللسان بقى وما بتحبش الحاجات دي، مش عارفه اقول لكم بصراحه، هو الشكل مش عاطفي يعني، بس هو الطعم حكايه، طعمه جميل والله. اتشالت الطبقه معانا اهي اللي بره خالص. مش عارفه هو العجل ده كانوا بيعذبوه ولا ايه؟ كانوا بيشكشكوه في لسانه عامل ازاي. اكيد حد كان ماسك لسانه ومعلقه منه. طبعا انا شلت كده. بعدها هنقطعه بقى ب- آه، شرايح كده زي ما احنا شفنا، وهنشوحه في معلقة سمنة. نشوح في معلقة سمنة وهنرش عليه فلفل، ملح، كمون، على حسب ما انتوا عايزين يعني. بس هو اللسان عملنا قدامكم اهو، واللي مش بيحبه ياريت يجربه، بجد جميل. انا هنا شوحته في معلقة السمنة، عليه ملح وفلفل وكمون. والف هنا وشفا، وما تنسوش تدعموني في القناة بلايك واشتراك. مع السلامة في فيديو جديد.